السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اعمل لكم احسن سكراب. يعني بصوا، تفتيح ترطيب كل حاجة. ده زيت زيتون كده جاي لي من مرسى مطروح اهو. اهو جاي لي زيت زيتون كده من مرسى مطروح، بس تقريبا مش عارفة، حاسة ان هو مرر شوية فاستخدمته يعني. آه، فبستخدمه وبعدين في الصيف. آه، الصيف ولا مش عارفة في ايه، كان مجمد يعني. المهم ان هو كان مجمد. المهم ان انا بحط بقى ايه، بصوا زيت الزيتون ده. طبعا هو كان جيركن كده كبير، كل ده انا مستخدماه انا على السكراب، لان انا جربته مره على السلطه حسيت ان هو ممرر، فقلت مش مشكله اما استخدمه على الجسم. بس في العادي برضو بستخدم زيت زيتون، يعني مش عشان هو طالع بايظ فاستخدمته، لا انا في العادي بستخدم كده. معلش على صوتي، تعبانه شويه، عندي دور برد طبعا عند الناس كلها يعني. ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. المهم دلوقتي حطيت الزيت الزيتون ده على ايه، على العرق سوس. العرق سوس ده بتجيبيه من عند اي عطار، اللي هو بتجيبي منه الرز والحاجات دي، او في كارفور والحاجات دي، بيبقى برضو في قسم الايه، البقالة. تمام. خليها هنا بقى تنقط كده، نقط النقط دي. حطيت الاول الرقصوص على زيت الزيتون وبسيبهم شويه كده حوالي ساعتين ولا حاجه، وافضل اقلبهم كده، وافضل زي ما هما في العلبه دي. بص انا بحطهم في علبه الايس كريم. ليه في علبه الايس كريم؟ عشان تبقى تاخد معايا كميه كبيره. علبه الايس كريم دي بتاخد كيلو. انا لسه مخلصه. بصوا انتوا لو هتلاحظوا علبه الايس كريم اصلا كان فيها اهي، شايفين؟ ف فعشان تاخد بقى كميه كبيره. تمام. ونعمل ايه كمان؟ بصوا عندي عيدان قرفة. عندك بودر حطي، بس انا هحط عيدان عشان ايه تبقى احسن، ما يعني ما تبهدليش الدنيا. بصوا هحط عود كده برضو، يقعد بقى ايه يتنقع مع الزيت فينزل كل العصارة بتاعته. برضو القرفة دي من مرسى مطروح. الفيديو كله برعاية مرسى مطروح. الزيت الزيتون بتاعهم حلو قوي قوي قوي، والتوابل مش قادرة اقول لكم بجد، كنتش اتخيل ان التوابل تبقى حلوة كده. اهو الصوص مع القرفة. فانا هسيبهم بقى شويه حوالي ساعتين ولا حاجه، هسيبهم ساعتين. فانا هسيبهم بقى يتنقعوا كده شويه، تنزل الخلاصه بتاعتها في زيت الزيتون، وهرجع تاني اقول لكم هنحط ايه. وحطيت ايه كمان، معلش على الاضاءه، حطيت نعناع. شايفين اهو، نعناع زيت زيت زيتون وعرقسوس. وصلنا لغايه فين بقى؟ ان احنا حطينا هنا على زيت الزيتون، زيت الزيتون بس يكون كويس. حطينا عرقسوس. العرقسوس ده بيجي من عند العطار. طيب، ونعناع نعناع وايه تاني، وبس كده، وسيبناهم يتنقعوا. انا بصراحه نقعتهم 24 ساعه وقرفه. طب تعالوا نقول فوائد كل حاجه. اولا الرصوص ده مفيد جدا جدا لتفتيح اي بقعه داكنه في الجسم. رهيب. اقري كل الكريمات بتاعت التفتيح هتلاقي مكتوب عليها الرصوص. طيب، القرفه بتساعد على تنشيط الدوره الدمويه، وانا حاططها زي ما هي كده زي ما انتم شايفين. ممكن تحطوها بودرة، بس انا ايه حطيتها زي ما هي، فهي بقت في مع الزيت. طيب وايه كمان؟ النعناع برضو بيساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبيساعد على تقليل الحبوب من الجسم. تمام تمام. هنحط ايه كمان بقى؟ طب كل الحاجات دي عايزين بقى شوية حاجات بقى تعمل ريحة. ده مسك. بصوا، لا ده مش المسك. بصوا ده مسك بجيبه كده. ده الزيت العطري، مش عليه كحول، ده الزيت. شايفين؟ بصوا تقيل ازاي، واصلي جدا ومتعتق وحاجه ايه زي الفل. طيب، ما عندناش المسك ده، في مكعبات كده بتتباع من عند العطار. حطي لك 2 ولا حاجه، مكعبين هيدوا ريحه ويخلوا السكراب للجسم ما يعلاش عليه يعني. طيب، انا هحط بقى المسك ده اهو كده اهو. احطهم كلهم لاني خلاص يعني، فخليهم بقى يتصفوا. تمام. آه ف وغير المسك ممكن تروحي عند الزيت اللي هو بتاع البرفيوم، الزيت العطري دوت، وتقولي له انا عايزه اي حاجه بقى. عايزه بينك شوجر، عايزه اي حاجه، اي انواع برفيوم انت بتحطيها. في ايه تاني؟ في انواع كتيره، في تندر،
في انواع كتير، بس طبعا معلهاش كحول، زيت بس، فبتبقى اغلى شويه. بيديكي بقى بالملي بقى 20 ملي مش عارفه ايه، وتشوفي بكام. بصراحه دول عندي من زمان، الازازه كانت مليانه يعني، انا بستخدم على طول لان انا بحطها كمان مع الكريمات بتاعه البادي لوشن. بحط نقطه مع البادي لوشن وامشيها على جسمي كله. مش قادره اقول لكم بقى الريحه بتبقى عامله ازاي يعني، ما احلاها بصراحه. طيب خلاص كده تمام. حطينا الزيت العطري، هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط الملح. ملح عادي، كيسين ملح. حطيت الملح وهحط كمان سكر. ما ينفعش احط ملح بس لان انا بشرتي حساسه. بشرتك مش حساسه حطي الملح، او جربي في كميه صغيره وجربي كده على بشرتك شوفيها هتتحسس ولا لا. انا عن نفسي ما اقدرش استحمل جدا الملح على جسمي بس، لان انا عندي حساسيه رهيبه يعني. طيب الناس اللي عندها حساسيه رهيبه جدا ما تستحملش حتى لو حبه صغيره ملح، ممكن بقى ترمس وسكر. الترمس بيبقى برضو ايه خشن شويه مع، والترمس برضو بيساعد على التفتيح. انا كنت بعملها بالترمس بصراحه، بس انا ما عنديش ترمس، فنوعه يعني مره كده ومره كده. بس كل ده ما يخلص بيقضيني بالظبط ممكن شهرين. انا بعمل السكراب مثلا مره في الاسبوع في الشتاء، وساعات مرتين يعني بصراحه يعني، لان انا في الشتاء بحب اوي ادلع نفسي في الشتاء قوي يعني. يعني الناس كلها بتحبش الحموم في الشتاء، لا انا احب ادلع نفسي جدا في الشتاء. ليه؟ لاني بقى البخار بقى والتفتيح، والواحد بيعمل تحسوا ان جسمه بيسترخي كده. طيب فبيقضيني يعني بصراحة، بيقعد معايا ايه مثلا شهرين ولا حاجة وبيبقى زي الفل، او ممكن 3 شهور كمان على حسب بقى استخدامك. يعني لو مرة في الاسبوع هيقعد معاكي 3 شهور. وتمشيه على جسمك. اول حاجة تخلي المية السخنة جامدة جدا في الحمام، وتقفلي عليكي التويلت، وبعدين تدخلي تحت الدش شوية تبلي جسمك، وبعد كده تمشي على كل الأماكن، كل الأماكن كله. ممكن كمان تعملي وشك بس يعني مش قوي بقى يعني، خلي بالك بالراحة. هقلب كويس قوي واجيلكوا. بصوا عامل ازاي، بصوا كمية الزيت. ليه بقى هتقولي لي زيت؟ بعد ما بتعملي السكراب ده ما بتحتاجيش ابدا تعملي ترطيب ابدا. جسمك بيبقى خلاص بقى اترطب بقى وطري كده. مش قادره اقول لكم على النعومه وعلى الحلاوه وعلى الاحساس، بتبقى حلوه قوي قوي بجد يعني. بجد بيعجبك قوي. ممكن بدل القرفه تحطي قهوه، يعني انا اللي قبل ده كنت عاملاه بقهوه. بس القهوه دلوقتي لقيتها خلصت من عندي. فيعني في حاجات كتير، في بدائل كتير، في كل حاجه وليها بدائل. بس اهم حاجه القصوص. وممكن بقى الايه الترمس يبقى اكسترا. ما عندك ده او ده ماشي حطي، بجد هيفرق معاكي قوي قوي. وجربوا موضوع ان انتوا تحطوا المسك ده، حاجه فظيعه. بس كده ده السكراب بتاعنا الجامد قوي. وما تقلقوش من ال3 شهور هو في التويلت ما بيجرالوش اي حاجه. ليه؟ لان هو في ملح ماده حافظه، والسكر ماده حافظه برضو، واحنا كده كده بنستخدمه كل ما بتدخل التويلت يعني، فالدنيا تمام. بصوا علبه ايس كريم عادي، ممكن طبعا تغلفوها وتعملوها حركات وبتاع، بس انا ايه عشان بستخدمها على طول يعني، انا بستخدمها على طول. بعد كل مره بطهرها، احط فيها ميه سخنه كده واعملها، وبتبقى الدنيا تمام. بس عايزه اقول لكم بقى، بصوا بتبقى حلاوه. بصوا ايدي، عشان غسلت ايدي بالحبه اللي كانوا في المعلقه، رهيبه. بتدي نعومه وترطيب، والجسم بيبقى طري بجد بجد، بيبقى تحفه. مفيش بقى حكايه ان انت ايه جسمك يبقى فيه القشر دوت، او الحاجات الغريبه دي، لا. بصوا حاجات في البيت وحاجات سهله، والدنيا سهله وحلوه، وفي حاجات كتير قوي تعملوها. ممكن تعملي ايه كمان؟ ممكن تحطي اللي هو العكر الفاسي، يدي لون للجسم. بس انا بصراحه ما بحبهوش. ليه؟ لان ايه ساعات بيزيد مني، وبعدين انا من كتر احتكاكي وانا بدعك بايدي او بدعك بالليفه المغربيه بيسيب اثر بيسيب لون يعني. فبقوله على ايه يعني. بس كده ده كان الفيديو، يا رب يعجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والدعوه الحلوه. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.